نفسك تعملي أكلة وما تقفيش في المطبخ كتير وتكون سهلة وبسيطة وطعمها يجنن وفي حتة تانية خالص. النهاردة هنعمل الكشري الاسكندراني بتكات وأسرار خطيرة مع شوية بتنجان مخلل ومع البيض المدحرج في الزبدة، يا سلام بقى مع شوية سلطة. والنهاردة جايبالك بقى تكات وأسرار الصوص الصلصة الخطير. كوباية عدس أصفر عليهم كوبايتين رز أبيض مصري ومغسولين كويس جدًا ومتصفيين، حلة وفيها معلقة زبدة وبدقنا كده وشوية زيت وشوحتهم كويس جدًا لحد ما اتشربوا بالمادة الدهنية. عندنا كوباية ونص من المَيّة السخنة عليهم قلبين من الماجي، وهانزل بمعلقة صغيرة من السكر، وهانزل بقى بالشوربة بتاعتها طاسة بقى وفيها معلقة زبدة، وهننزل ببصلاية مفرومة أنا عايزة أشوحها كده لحد ما تاخد لون دهبي. الكشري بتاعنا استوى وبقى خطير، نزلت عليه بقى بالطشة بتاعة البصلة اللون الدهبي هتوديها في حتة تانية خالص. عندي في نفس الطاسة هندحرج بقى البيض في معلقة زبدة كده وهتاخد اللون الخطير ده في نفس الطاسة، وهاعمل بقى البتنجان ده برضه وهاغطيه يستوي على البخار. عندنا بقى شوية خضار كده، عملنا طبق سلطة خطير وعصرت عليه شوية ليمون وملح وكمون، وأحلى طبق سلطة هتقدميه جنب الأكلة الخطيرة دي. تعالي بقى نعمل الصوص الطماطم. طاسة وفيها معلقة زبدة ومعلقة توم وبعد كده معلقة كزبرة ياخدوا لون دهبي، أطشهم بمعلقة خل وانزل بصلصة الطماطم. وبكده يبقى خلصنا وصفتنا، طريقة سهلة وبسيطة وطعمها خطير وموقفتيش في المطبخ كتير، وكمان من غير لحمة ومن غير فراخ. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.